الديون، الضرائب، الكريديات، غير كتسمع هاد الكلمات كتحس بالستريس والهم. الأغلبية ديال الناس كيدوزوا حياتهم كاملة وهما خايفين من هاد الالتزامات المالية وكيظنوا باللي غادي تبقى تابعاهم طول العمر. ولكن واش عارف باللي القانون المغربي فيه فصول كيقولوا العكس؟ كاين ديون عندها تاريخ صلاحية، وملي كدوز ديك المدة ما كيبقاش من حق حتى واحد يطالبك بها قانونيا. فهاد الحلقة غادي نكشفوا الأسرار القانونية اللي قليل فاش الناس كيعرفوها. قبل ما نكملوا معكم قناة راديو القانون اللي غادي نتكلموا فيها على القانون اللي كيهمنا حنا كمغاربة. غادي نتكلموا على مواضيع اللي غادي تفيد وتعتق كثير منكم من كوارث قانونية لسببها الجهل بالقانون، وكذلك حسن النية الزايد على اللزوم. ما تنسوش تابونا ودعمونا باللايك. نرجعوا لموضوعنا. الضريبة ديالك تقدر تموت من بعد 4 سنين. كتير ديال الناس كتجيهم غريبة ملي كيسمعوا هاد المعلومة، ولكنها حقيقية ومبنية على القانون. أي ضريبة مهما كان نوعها كتسقط بالتقادم إلى دازت عليها 4 سنين. ولكن باش تستافد من هذا القاعدة خاص يتوفروا 2 شروط أساسية. 1. بداية الحساب. هاد المدة ديال 4 سنين كتبدا من تاريخ الشروع في التحصيل، يعني من النهار اللي خرجت فيه الضريبة باسمك. 2. عدم الانقطاع. خاص هاد 4 سنين تدوز متواصلة بلا ما يوقع شي إجراء من إدارة الضرائب اللي قطع التقادم. شنو كيعني قطع التقادم؟ بكل بساطة، إلا صيفطت لك إدارة الضرائب شي إنذار رسمي، فداك العداد ديال 4 سنين كيرجع للصفر وكيبدا يحسب من جديد. كمثال، إلا خرجت الضريبة في 2020 وصيفطوا لك إنذار في 2021، الحساب ديال 4 سنين ما غيبقاش يبدا من 2020 ولكن غيتلغى ويبدا من جديد من تاريخ الإنذار في 2021. ولكن باش هاد الإنذار يكون قانوني ويقطع التقادم، خاص الإدارة يكون عندها إثبات بأنك انت بالذات تسلمتيه. إلا ما كانش عندها دليل قاطع على أنك وصلك، فالإنذار ما عندوش قيمة والعداد كيبقى خدام. إلا دازت 4 سنين كاملة بلا حتى إجراء قانوني ثابت، فمن حقك ترفض تخلصها. والأهم من هاد الشيء، كاينين سوابق قضائية المحاكم مغربية بما فيها أعلى هيئة قضائية اللي هي محكمة النقد، حكمات لصالح المواطنين وأكدت أن الدين الضريبي كيسقط من بعد مرور 4 سنوات بدون أي إجراء من الإدارة. 2. القاعدة العامة لتقادم الديون المكتوبة هي 15 عام. ركزوا معايا مزيان، هنا ما كنتكلموش على البنكات. القاعدة العامة اللي كتنطبق على أغلب الديون اللي بين الناس أو مع مؤسسات غير بنكية هي أن أي دين مكتوب بحال اعتراف بدين أو قرض في شي عقد كيتقادم بمرور 15 سنة. النقطة الحاسمة هنا هي منين كتبدا تحسب هاد 15 عام. الحساب ما كيبداش من نهار تسلف السيد الفلوس أو من نهار يتسنى العقد، ولكن كيبدا من التاريخ اللي وجب فيه الخلاص. كمثال، إلا درتي اعتراف بدين في 2020 والتزمتي أنك غترد الفلوس في 2024، فالحساب ديال 15 عام ما غيبداش حتى العام 2024. إلا دازت 15 عام من 2024 بلا ما يطالبك الدائن بالفلوس، فالدين ديالك كيكون تقادم قانونيا. 3. الاستثناء الخطير. الكريدي اللي فيه رهن عمره كيتقادم. هذه هي أهم نقطة في الموضوع ديال هذه الحلقة كامل. القانون المغربي واضح جدا في واحد الحالة استثنائية، القروض اللي فيها ضمانة عينية بحال الكريدي ديال دار أو بارتما أو أرض واللي كيكون فيها رهن، هذه مستثنات من التقادم. بعبارة أخرى، هذا النوع ديال الديون ما عمره كيموت وحد دوز عليه 100 عام. نزيد نشرح اش كيوقع بالضبط. ملي كتاخذ كريدي باش تشري عقار، البنكة مباشرة كدير ودع اليد عليه وكتسجل سميتها في الملكية كدائن مرتهن. هاد الشيء كيعني انك ما تقدرش تبيع داك العقار او دير فيه اي تصرف قانوني حتى تخلص الكريدي ديالك كامل. ملي كتسالي، البنكة كتعطيك وثيقة ديال رفع اليد، عاد كيولي العقار ديالك 100%. ولكن شنو كيوقع في الكريديات الاخرى بحال الكريدي الاستهلاكي؟ بالنسبة للقروض اللي ما فيهاش رهن، نظرياً كتخضع للقاعدة ديال 15 عام، ولكن الأبناك مطورين وعندهم استراتيجية محكمة باش يخليو الكريدي ديما حي. ملي كتحبس الخلاص، أول حاجة كيبداو يزيدوا عليك غرامات التأخير كل شهر ما خلصتيش كتزاد عليك غرامة، الشهر الثاني كتزاد غرامة جديدة على الطريطة ديالو، زائد غرامة أخرى على الشهر الأول، وهكذا كيبقاو الغرامات كيتجمعوا وكيتضاعفوا حتى كيهرموا عليك بالديون. ومن بعد سنوات وقبل ما تقرب تكمل ديك 15 عام كيصيحطوا لك انذار رسمي باش يقطعوا التقادم ويرجعوا العداد عاوتاني للصفر. الخلاصة، القانون كيحمي، ولكن المعرفة هي السلاح.
كيف ما شفنا القانون كيعطي للمواطن آليات وحقوق باش يحمي راسو من الديون اللي كيطول عليها الأمد، ولكن هاد الحماية كتبقى حبر على ورق إلا ما كنتيش عارفها. الدائنين خصوصا المؤسسات المنظمة بحال الأبناك وإدارة الضرائب عندهم استراتيجيات باش يبقاو ديما محافظين على الحقوق ديالهم ويخليو الديون حية. المعرفة بهاد القواعد هي السلاح الوحيد اللي عندك. دابا ملي عرفتي هاد المعلومات واش غتبدل الطريقة باش كتعامل مع الديون والكريديات ديالك؟ شكرا بزاف على الاستماع، نتمنى تكونوا استفدتوا معنا اليوم. نتلاقاو إن شاء الله في موضوع جديد.